السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم فيديو جديد على قناة استاد الأهلي. قبل ما نبدأ ما ننساش ندعي لإخواتنا في غزة. يا شباب النهاردة الجمعة، ادعوا لإخواتكم في غزة، ربنا ينصرهم يا رب على عدوك وعدوه، اللهم آمين. ندعو لإخواتنا في السودان، ربنا يرفع الغمة عنهم، اللهم آمين. دلوقتي الماتشين بتوع الأهلي اللي عدوا دول، مرة أيمن الرمادي وبعدين بعده طارق مصطفى. ايمن الرمادي مدرب سيراميكا وطارق مصطفى مدرب البنك الاهلي. ايمن الرمادي، خد يا ايمن، انت بتتكلم على ايه؟ ضرب الجزاء ايه اللي مش ضرب الجزاء؟ هي تحتمل ضرب الجزاء وما تحتملش، انما فين الظلم اللي انت تعرضت له؟ كان معاك 90 دقيقة، ما غلبتش ليه؟ ما فزتش ليه؟ وبعدين انت في ماتش الزمالك، ارجع لتصريحاتك في ماتش الزمالك اللي كان المفروض فيه حسام عبد المجيد كان المفروض يطرد، ما علقتش ولا فتحت بقك. ارجع للمؤتمر الصحفي بتاعك، شوف انت قلت ايه. وطارق مصطفى، وبقى شوف الماتش اللي فات، الماتش بتاع البنك الاهلي الاولاني مع الاهلي، شوف الاهلي اتظلم فيه ازاي. والكوره اللي قالك كل الحكام اجمعوا على ان الكوره تسلل اوفسايد. انت عايز عداله ايه؟ العداله دي هو اللي محتاجها الاهلي. فانتوا بس ما تعلقوش خيبتكم على شماعه الاهلي. بقى ارجع شوف الماتش بتاع البنك الاهلي والاهلي في الدور الاول اللي كسبوا فيه 4-3. الكرة هنا محدش قال الكرة مش تسلل، محدش قال الكرة مش اوفسايد غير طارق مصطفى ورضوى الهجاصة ولا رضوى الكونغولي وشوية من بتوع البليلة، انما كل الناس متأكدة انها اوفسايد. انت قول انا عايز الاهلي يتظلم زي ما انتوا بتظلموه عادي، عايز الاهلي يتظلم عشان اخد منه الماتشات، عشان افوز عليه، عشان اعطله. انما تلعب كوره صح وتشتغل صح وتفوز، لا. انتوا بتظلموا الاهلي عادي، اشمعنى مش بتظلموه قدامي؟ ايه القرف ده؟ ولا تشوف ايمن الرمادي الكوره في مصر والدنيا وقالوا ورحنا والكوره ضاعت والبلد. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ما شفناكش بتفتح بقك قدام بيراميدز ولا قدام الزمالك يدوا فرقتك دوسوا على وش فرقتك وما تفتحش بقك. والكوره دي بتاعت وسام ابو علي ضرب الجزاء، هو لبس سعد سمير ضرب الجزاء، هو دي معناها الصحيح. ضربوا في رجله ولا ما ضربوش في رجله؟ طلع الحكام جريشه واللي هو التاني اللي بيطلع على قلنا اسمه راح من بالي، بيقول لك هو عمل رجله في الارض عشان كان ناوي يقع. هو انتوا بتحاسبوا على النيه يا حبيبي؟ ما انا عايز افهم، هو في الكوره في التحكيم حاجه اسمها يحاسبوا على النيه؟ كان عنده نيه يقع؟ ضربوا في رجله ولا ما ضربوش في رجله؟ ده السؤال. الاهلي ما تجاملش يا حبيبي، الاهلي داس على وشك صح. فمش عايزين بقى ايه زيطه اللي بتعملوها دي، واصل الاهلي الزمالك بيقابلك يدوس على وشك وتتظلم تحكيمي وتاكل الهزيمه وتمشي ما تفتحش بقك. بيراميدز يدوس على وشك ويفوز عليك وتتظلم تحكيمي وبتمشي ما تفتحش بقك، سواء سيراميكا او البنك الاهلي. هما بس عشان عارفين ان في شويه بليله بتزيط مع الزيطه ويطلع والاهلي والتحكيم ومن التحكيم. الكره تسلل يا ابني، الكره تسلل. الحكام بتوعك قالوا تسلل، والحكم بتاعك اللي حاسبها تسلل. حاسب ضربة الجزاء بتاعت سعد سمير، ما هو بتاعك معروف، بتاع النطة الشهيرة، ما تسلل ضربة جزاء. فما تزيدش، مش عايزين حد يزيط على الاهلي. الاهلي مش محتاج حد يجامله يا حبيبي. نروح للاعيبة الاهلي بقى. وانا والله كان نفسي الكرة دي تتحسب جول، يعني الكرة بتاعت البنك الاهلي دي والله كان نفسي ما تتحسبش تسلل. اللعيبة بتتمايع من اول ما جه جول وسام، واللعيبة عمالة تتمايع، تروح لعند الجول وتضيع. فانت يا عم كولر لقيت الماتش كده، نزل محمد مجدي قفشه، نزل قفشه يمسك نص الملعب شويه ويمكن يساعد في احراز هدف. انما اللعيبه بتتمايع من اول ماتش على هدف 1-0. طب ما صحيح هيحصل اشكاليه تخلي اللي ما سواش يقعد يتكلم. فاللعيبه ايه المياعه اللي حصلت دي؟ كله عمال يضيع اجوال ليه؟ والله انا كان نفسي الجول ده يتحسب. ده كلامي مع لعيبه الاهلي، سيبك من بتوع البليله والناس دي بره، دول احنا نرد عليهم قصه انما بيننا وبين بعض. لا، انا نفسي الكره دي كانت تتحسب جول والماتش ده يطلع تعادل اذا ما لحقتش نفسك في اخر دقيقه بهدف. فليه كده؟ ليه نوصل للدرجه دي؟ انت دخلت جول من بدري وريحت طول الماتش، لعبت شويه مرتاح شويه، تعالى بقى في 5 دقائق 10 دقائق اضغط صح، هات هدف والتاني كمان واقفل الموضوع. انما مش تخلي مش عارف مين ده يطلع يتكلم والتاني ده مين ده يطلع يتكلم، مين ده؟ مين دول؟ رب ده ما يتكررش في الماتش اللي جاي المقاولين
المقاولين طبعا محتاج نقطه، وكان المقاولين فاز على الزمالك، فطلع اولاد عمهم بتوع الاسماعيلي قال لك ده ما بيلعبش منافسه شريفه ولعب نظيف. انتوا نسيتوا 2003 و2009 خدتوا الدوري ازاي واديتوهم الدوري ازاي؟ فانتوا عارفين بعض يا حبيبي، دي قصتكم. مع ان انا مش عايز الاسماعيلي يهبط ولا المقاولين يهبط صراحه، دي فرق يعني من على عمر التاريخ ومدى التاريخ موجوده في الدوري، فهبوطها ده شيء يعني انا يعني مش كويس. انما احنا نرجع للاعبتنا ونرجع لفرقتنا، عايزين نمشي صح، عايزين نحقق فارق. احنا دلوقتي من الجيل اللي حقق 18 انتصار وفرق عن مانويل جوزيه وتاريخ لكولر وتاريخ للعيبه دي. خلاص الوقت هان، انت محتاج ماتش ونص يعني تفوز الماتش ده والماتش اللي بعده، او تتعادل اللي بعده. المفروض تفوز باقي الماتشات حتى لو هتلعب اللي راجعه مصابه او نجحتهم، ف المفروض نفوز لحد نهايه الدوري. فاتمنى يعني خلاص الموضوع بسيط وعلى وشك ينتهي. اللعيبه دي تفوق. وسام ابو علي ضيع كور ليه بتضيع كور انت والجول؟ وليه ملاحظه بسيطه ومحتاج يعني مين، اذا كان في الدكتور النفسي اللي في الفريق او خالد بيبو يقعدوا مع امام عاشور. امام عاشور لعيب كبير، لكن في يعني ملاحظه ما مش عايز اتكلم لكون انا يعني يمكن انا اللي مكبرها، يمكن زعلان على صاحبه كهربا او حاجه، ففي حس ان في يعني شيء من عدم الرضا ان وسام بيحرز كل ماتش. هل هياخد الاضواء منه ولا مش هياخد الاضواء منه؟ انا مش عارف. فالمفروض ان الناس اللي قاعده خالد بيبو والناس اللي قاعده المفروض انت بتشوف الماتشات دي تاني وبتشوف رد فعل اللعيبه تاني. اذا كان امام في اشكاليه زي كده تشوف ازاي تتعالج وازاي ترجع اللعيب، لان اللعيب زي امام ما ينفعش تخسره، ده لعيب كبير، احسن لعيب في الدوري. انا قولا واحدا امام عاشور احسن لعيب في الدوري السنه دي. شكرا لحضراتكم.